بطوله كاس العرب تخلص يوم 18 ديسمبر وتبتدي وبطوله 21. افريقيا تبدا 21، ففرق ماشي، 3 بس انت ايام مصر تلعب امتى؟ من 21. قطر للمغرب، يعني انت فاهم يا يعني. قريبه جدا. من قطر للمغرب ايوه يا عم، هتلاقي 5 ساعات مثلا. بالظبط، برافو. مش يعني انت هتروح تسافر من مصر لقطر هو انت تلعب يعني بطوله سنه بس اسمع انت اللي هتفتتح البطوله في 21؟ حبيبي. نعم. انت هتفتتح البطوله 21؟ انت مش هتفتح البطوله. وبعدين انت ايه اللي وصلك ان انت تبقى النهائي يعني؟ هو الباشا ده جاي يهزر ولا انت جايبه يعمل ايه؟ باشا انت بتتكلم في لا لا، انا منتخب. بهزر طبعا. انت لا لا بتهزر، بهزر. والحمد لله انا اتخضيت لا لا والله بهزر طبعا. قسما بالله لا اتخضيت. لا صح كده. لا كده صح. منتخب بيلعب لمدة شهر عايزه في 3 ايام يعمل ريكفري عشان يدخل بطولة تانية. لا وبطوله اقوى اهم بالظبط واهم. كده. لا لا لا، انت فاهم ده قصدي؟ اصلا اتحاد الكره قريت بيان، معرفش ده صح ولا غلط يعني، ان هم قالوا لكابتن حسام يعني ان انت لو ما خدتش بطوله هتمشي. هل ده صح ولا غلط؟ لا انت انا بقى اعتقد ادرى. ان ده غلط جدا لا جدا. غلط ان هم يقولوا ولا غلط؟ ده غلط ده اصلا. غلط في المطلق. اوكي. غلط في المطلق، لانه اه. مفيش حاجه اسمها في الكوره انت لو ما خدتش البطوله دي هتمشي. ما انا ممكن العب حلو واخسر ضربات هو جزاء. لا، انت لما بتيجي تتعاقد مع مدرب بتحط له الجولز بتاعتك. بتحط له جولز وفي نفس الوقت بتشوف البروجرس. ماشي. ما هو مش جولز بس، ما هي الجولز من ضمنها ان انت في هم في بروجرس ناس ولا بتقول ان مفيش. يعني كابتن هاني ابو ريده مش على وفاق قوي مع كابتن حسام بص دي وابراهيم كلها اطروحات موجوده بقالها عشرات السنين، وفي الاخر وسمعنا الاطروحه بتاعت ان هم جايبينه عشان يلبسوه عشان يكشفوه عند الناس، ولحد دلوقتي هو ماشي بشكل كويس جدا ومتصدرين المجموعه، وعندنا ماتش اثيوبيا ان شاء الله نخلصه، يا رب. نروح على بوركينا فاسو فنتاهل رسميا لكاس العالم، فيبقى كابتن حسام حسن. وانا من عشاق كابتن حسام حسن كمدرب ولا من عشاقه كفجر. عموما يعني؟ ماشي كفجر. ماشي، بس انت فاهم كمدرب قصدي؟ ممكن لا ثانيه واحده، ثانيه واحده. انت بتحبه قوي ما تتكلمش للدرجه دي عن ولا حسام ايه؟ حسن. عادي على فكره، ممكن جاي يبقى على يطلع حسام مدرب حسن. وحش عادي بص جدا انا يعني. فكره في ايه، فكره انه انت عندك ما انت مش لازم حماسي ومش عارف ايه، بس لازم لا يبقى لا في لا لا، تاكتكس هو اكيد. دلوقتي بقى عنده فنيات. يعني كابتن حسام حسن الزمالك 2010 و2011 مش حلو، ما عندوش فنيات، عنده حماس مبالغ فيه، ما عندوش فنيات، ومع ذلك اكتشف لك مجموعه من الشباب الصغيرين اللي طلعهم واستعان بيهم تمام. مع بيراميدز حلو، ومع الاتحاد ومع كل التجارب اكيد اللي عنده خاضها اكسبيرينس. بقى عنده فنيات، بس بقى عنده ومع المصري طبعا بقى عنده نيرف عالي قوي 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 قوي، خناقات طول الوقت، عدم القدرة على السيطرة على نفسه، فبيخرج عن النص كتير، فمش قادر يسيطر على نفسه وعلى اللعيبة. وصلنا الى المرحلة بتاعت انه كابتن حسام حسن قادر يمسك العصاية من النص. فنيا بقى عنده افضل كتير من 2011. أكيد. مش بقول ان هو توب التوب في المجال التدريب، بس عنده فنيات افضل كتير من 2011 وشفناها مؤخرا في كذا حاجه، وقادر على ان هو يضبط نفسه ويكون مدير فني لمنتخب مصر. يا لا رب. يخاطب فئة معينة، هو بيخاطب جميع فئات الشعب المصري، وبالتالي هو تصريحات متوازنة، مش فيش انفعالات اوفر، هدوء في التعامل مع لعيبته ومع المنافسين ومع الحكام والبتاع. فدلوقتي بقى كابتن حسام حسن دلوقتي الوقت المناسب، يعني ما كانش ينفع يمسك بعد كده وما كانش ينفع يمسك قبل كده، هو دلوقتي الوقت المناسب انه كابتن حسام حسن يمسك فيه. الفكرة بقى في ايه؟ انه سمعنا الاطروحات كلها بتاعت انه اصله هو جاي يكشفه، اصله مش على وفاق، اصله هيمشي بعد افريقيا، اصله هيمشي. انا ضد ده جدا. ليه؟ لانه هو المدرب اللي ما ياخدش بطوله يمشي، ما كانش حد قعد في مكانه. فالفكره انه لو كل مدرب ما خدش بطوله هيمشي، محدش هيفضل قاعد في مكانه. الفكره ان احنا بنحكم بالبروجرس، الفكره انه احنا ريبيرو حلو، لو الاو دي لو لعب كويس وكمل شويه بيلعب كويس وما خدش بطوله يمشي. نو